هلو زبلوز يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهارده بقى ب اوردر قمر كده طلبته من عندي دودي الجميله، بجد حاجتها كلها تحفه. طلبت منها بقى ضوافر شيجلام. بصوا القمر. تعالوا نفتح الاوردر مع بعض. هنا بقى الاوردر كان وصل كده زي ما انتم شايفين، وانا بفتح الكيس كده. وهنا بقى بفتح الكيس كده واطلع منه بقى العلبة اهيت. الله، بصوا الشياكة والجمال، بجد ايه القمر ده. بصوا بقى الوان الضوافر يا جماعة كانت حلوة جدا بجد. وبناتي بقى كانوا فرحانين بيها قوي وهي هنا بصوا حطولي بيرفيوم كده ريحته بجد تحفة قوي. تسلم ايدك على الهدية البسيطة دي. طبعا ده اللزق كده زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه الواناتها بجد حلوه جدا، والواناتها كلها مناسبه للخروج، وهاديه كده، مش الوان يعني فاقعه قوي، لا دي هاديه جدا وحلوه لو انتي ركبتيها وانتي خارجه كمان، لان هي يعني الوانها كمان مطفيه وجميله قوي وهاديه. هنا خدت المقاسات بقى لضوافري. يلا بقى نركبها سوا كده زي ما انتم شايفين. انا كنت الاول بشوف بس مقاسات الضوافر كده على قد صوابعي الاول. وبعد ما جمعتهم هبتدي دلوقتي ان انا الزقهم. طبعا بقى يا جماعه بناتي كانوا واقفين على دماغي وكانوا معجبين قوي بالواناتهم، وهم اصلا يعني بيحبوا الضوافر وبيحبوا الميك اب والحاجات دي. بجد يعني كانوا فرحانين واقفين كده على دماغي، عمال اقول لهم استنوا بس. انا والله العظيم يعني كنت بقول كنت بصور وبتكلم بصوتي، بس من كتر ما هم عاملين هيصة وكده ف... فقلت لا لازم اسجل يعني. تمام. هنا بقى يا بنات ابتديت ان انا احط الضوافر كده زي ما انتم شايفين. على فكرة يا بنات، انا مش اول مرة اطلب منها اوردر، انا كنت طالبة منها قبل كده بلاشر وكونتور. باليت البلاشر والكونتور دي بجد رهيبة رهيبة يا جماعة، بقى لها والله يعني داخلة في 6 7 شهور. بجد لسه فيها كتير، وتقعد معايا كتير قوي. برضو العلبة بتاعة الضوافر دي تقعد معاكم كذا سنة. لان طبعا زي ما قلت لكم كده الضفر بيقعد كذا، يعني تحطيه كذا مره مش مره وترميه، لا الماتيريال بتاعته عاليه، يعني الماتيريال بتاعته حلوه جدا، والخامه بتاعته جميله ومتين كده. الضافر مش خفيف زي اللي احنا بنجيبهم كده وبيتكسر وبيترمي، لا. بس فانا دلوقتي هو ركبتهم قدامكم بجد والله يا جماعه. انا ركبتهم فعلا على طول، ما خدوش في ايدي 5 دقايق بالظبط. آم، بصوا بجد حلوين جدا. بصوا هنا بقى كنت ركبتهم والله حلوين قوي في ايدي، حلوين بجد والواناتهم جميله جدا. انا بجد مبسوطه بيهم، وهم على فكره لحد دلوقتي في ايدي. وغسلت مواعين والله يا جماعه، انا وقفت على الحوض وغسلت مواعين بجد و... وبتعامل بيها عادي جدا. والكمين اللزق بتاعها حلو، ومش بيخليه يطلع بسرعه زي مثلا ما بتحطي امير او اي حاجه تانية بتلزقي بيها. لا بجد اللزق اللي هو الصاروخ ده حلو جدا، بيثبت الضفر حلو، يعني ما بيجي عليه ميه كتير ما بيتأثرش. فاهمين؟ بصوا شكلها في ايدي بجد تحفة. تعالوا بقى نعمل الايد التانية كده. بجد يا بنات ما تترددوش ان انتوا تطلبوا منها الاوردر. هيغنيكوا كتير عن البيوت صالون، مش هتروحوا بيوت سنتر او يعني ايا كان. يعني بتروحوا هناك بتدفعوا. يعني انا والله كنت بروح بدفع يعني 150 جنيه او 100 جنيه على حسب لو حد عامل عرض او كده. فلا بجد يعني انا بالنسبة لي بالة الضوافر دي بجد عندي يعني كنز كنز والله العظيم يا جماعة. بس خلاص. انا هنا كنت عملتهم بقى، بص شكلها بجد حلوة قوي في ايدي، حلوين جدا. الماتريال بتاعتهم حلوة قوي بجد، انا مبسوطة بيهم. آه محدش ينسى يحط لايك
وما تنسوش تعملوا لي فولو عشان انا نفسي قناتي تكبر. انا قناتي لسه صغيرة كده ولسه مبتدئة، عايزاكم تشجعوني وتحطوا لي لايك اهم حاجة. واللي وصل لحد هنا صلوا على النبي. باي باي.